جات لي عيانة في الطوارئ جاية بتقول إن ابنها بلع جنيه من حوالي ساعة أو أقل من ساعة. فاحنا أول حاجة بنعملها بنبعته على الأشعة لو الدنيا مستقرة ولو هو بيعرف ياخد نفسه. احنا قبل أي حاجة بنسمع صدره، لو الدنيا كويسة مفيش تزييق مفيش صعوبة في النفس، الأكسجين مستواه كويس، فبنبدأ نبعته على الأشعة ونشوف الحاجة الغريبة دي، سواء جنيه أو حجارة أو أيا كان الحاجة اللي هو بلعها، نشوف وصلت لفين. الطفل اللي جالي ده الجنيه وقف في زوره، فبقى الطفل مش قادر يبلع أي حاجة بس مش مؤثر على النفس بطريقة كبيرة. طبعا الطفل ده طلع عملية طارئة قبل ما يحصل أي مشكلة أو يحصل له اختناق كامل بسبب الجنيه اللي واقف في زوره. فاحنا هنا أهم حاجة نتأكد إن الطفل بيتنفس كويس، ما عندوش مشاكل في النفس، مفيش تزييق في الصدر، وشه ما بيزرقش. لو الدنيا دي كلها كويسة يعمل أشعاعته، وبعدين نشوف الحاجة اللي هو بلعها دي